ده يوم من بيت ايمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. جايالكم بجزء صغير من روتين يومي. اول حاجة بقى بدأت بيها ابتديت ان انا اعمل فطار عشان افطر. وعادة انا مش يوميا بقوم من النوم فانا عايزة افطر واعمل فطار. معظم الوقت بلاقي نفسي ماليش نفس فبشوف ايه ورايا وبعد كده بقى افكر هاكل ايه اشرب ايه زي اي حد. المهم عملت البيض وكان عندي جبنة قريش طلعتها وكان عندي فلفل الوان بيبقى طعمه حلو قوي مع الجبنة القريش. وهحط على الجبنة القريش زيت زيتون وهبتدي افطر. عايزة اقول لكم ان انا كان الحاج صاحب البيت عنده رحلة مع صحابه فانا كنت لوحدي وما كانش ورايا حاجة مثلا اعملها قوي. فكان اليوم يعني مفهوش احداث كتير. فطرت هنا كده. وبعد ما فطرت دخلت بقى ايه قلت اشوف ايه اللي ورايا. غسلت المواعين مطرح ما فطرت ودخلت عملت كده ترويقة سريعة للشقة بس ما صورتهاش. و... وقعدت على النت شوية وبعد كده لقيت اذان الظهر بيأذن. دخلت صليت الظهر وقعدت اقرا سورة الكهف لان كنا احنا يوم الجمعة انا بسجل لكم وبنزل لكم الفيديو تاني يوم. ودخلت بقى بعدها نمت. قمت بقى من نومي كان عندي هنا دي فراخ وهنا بوريها لكم كنت عاملاها في يوم قبل كده وفاض ورك بحبة الحباش بتاعه. وكنت حطاهم في علبة في التلاجة. وهو جه اليوم اللي نفع فيه ان انا طبعا مش هعمل اكل وهطلع ايه اتغدى منه. ابتديت بقى ان انا اسخن الورك ده. وعملت حبة مكرونة كده بالجبن جبنة موتزاريلا على جبنة شيدر. بحبة بابريكا. مكرونة كده زي الوايت صوص. وكان بيتهيألي ان انا هاكل الاكل ده كله بس سبحان الله كمان الجو حر. مش بيساعد حد ان هو يعني مفيش شراهة للاكل يعني. اكلت وبرضه فاض الحمد لله في بركة جامدة في الاكل. فبعد ما اتغديت قمت ايه حطيتهم كده في علب التلاجة ودخلتهم التلاجة. علشان ما يبقاش فيه كركبة بقى. تمام ودي المواعين طبعا اللي ما بتخلص غسلتها. ودخلت بقى كده ايه البوتاجاز بتاعنا نضيف. بس قلت برضو ايه بفوطة كده ايه اديله مسحة كده مطرح ما سخنت الاكل وعمل الطرطشة بتاعت الاكل دي بتنقط كده على البوتاجاز فقلت برضو ايه نديله مسحة كده. عشان تبقى كل الدنيا تمام وحلوة قدامنا. بس بعد كده لقيت بقى ايه الحاج صاحب البيت لقيته بيخبط عليا. والمهم فاخدت الهدوم هما كانوا في البحر فلازم اشطف كده الهدوم من الرملة ومية البحر. وبنشرها كده من غير ما اغسلها لما تنشف ادخلها بقى الغسالة تتغسل يعني. واخر حاجة بقى عملتها عملت كوبايتين كده نسكافيه انا وزوجي يعني. شربناهم. وبس كده اليوم بتاعي يكون خلص اتمنى